السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخوتي الغاليين. عندنا اليوم برادو لاند كروزر ما شاء الله 2021 في اكس ار. بشرح لكم كامل المواصفات على السريع، بس قبل ما أبدأ إن شاء الله الفيديو ينال على إعجابكم. لون السيارة اللون الأبيض اللولئي ما شاء الله. الواجهة الأمامية للسيارة الشبك رمادي، مع أيضا خطوط من اللون الكروم العاكس. مصابيح الوجهي زي ما تشوفون عدسة واحدة للنور العالي والواطي، مع أيضا لد نهاري تحت. جهاز غسيل للأنوار الأمامية، حساسات أمامية خلفية. كشاف الضباب عليه فايبر بلون أسود لامع ما شاء الله. هذا الشكل الجانبي للسيارة، إشارات على المراية الليدي، فايبر على الأبواب بلون أسود لامع ما شاء الله على لون الخطوط الجانبية. دخول جميل، بصمة وأيضا مفتاح. الجنط مقاس 18 بلون أسود لامع. هذا الشكل الخلفي للسيارة ما شاء الله تبارك الله. جناح خلفي مع لمبة الفرامل، تلبيسة حماية للكفر الخلفي مع رسمة البرادو زي ما تشوفون. الكاميرا الخلفية، كتابة برادو لاند كروزر في الخلف. في اكس ار اعلى فئة رقم 1. الاسطبات الخلفية بشكل مميز ما شاء الله. باقي أغراض السيارة: الإسعافات الأولية، طفاية حريق، فرشات السيارة الأمامية الخلفية، حاملات الأكواب، فتحات للتكييف زي ما تشوفون. تعليمات استخدام المقعد الخلفي، تحكم بالإضاءة الخلفية، إضاءة وسطية، إضاءة أمامية، فتحات التكييف في السقف. وهذه طاقة مصروف السيارة برادو 2021، تمشيك باللتر 10.1 كيلو. المنفذ على الباب أوتو بلمسة واحدة. الشاشات الخلفية ما شاء الله، تغليق أيضا بلمسة واحدة. حاملات الأكواب، السماعات، مراتب جلد ما شاء الله. مراتب الصف الثاني، تحكم كهربائيا، فتحات للتكييف من تحت ومن السقف ما شاء الله. تحكم التكييف الخلفي أوتو مع وجود شاشة تظهر لك كم حرارة التكييف. فايبر من اللون الفضي. منفذ طاقة 12 فولت. دكاية وسطية. وهذا الدرج حامل أكواب. كرسي السائق الراكب، تحكم كهربائيا. زر جهاز الغسيل حق الأنوار الأمامية. زر الكشاف الضباب الأمامي. تحكم بالمراية كهربائيا الخارجية مع الداخلية، تعطفها بالكامل زي ما تشوفون، تخرجها أيضا بالكامل.
بلمسة واحدة. جميع النوافذ أوتو بالمركزي، مساحة تخزين، زر التحكم ضوء الطبلون، زر التصفية، الزيت زيت الطبلون، تحكم بالنظام الصوتي، تقليب القنوات زي ما تشوفون، اتصال بنفس السيارة، نظام البلوتوث، ترفيع الصوت مع تنزيله، تحكم بالشاشة الوسطية اللي تكون وسط الطبلون، شاشة لمس ما شاء الله، عليها كاميرا خلفية، تشغيل بصمة، مثبت سرعة، زر للحساسات الأمامية الخلفية، نظام دبل خفيف مع أيضا وجود دفلك، نظام الدفلك لو غرزت في أي تغريزة يهز إطارات السيارة ما تغرز عليك، نظيف زي ما تشوفون. نظام الدبل الثقيل مساعد للنزول، نظام التزحلق، نظام الأسبرت الرياضي، تبريد وتسخين لكرسي السائق، وأيضا تبريد وتسخين لكرسي الراكب، منفذ طاقة 12 فولت مع حامل جوال، تهمسة من الوسط زي ما تشوفون، حامل أكواب، التخشيب زي ما تشوفون على الطبلون، فتحة سقف كهربائيا، تغليقها أيضا كهربائيا، ارتفاعها مع توطيها، تحكم بالإضاءة الأمامية، وهذا الدرج. عندنا الشاموسيات عليها مرايات مع إضاءات، المراية الداخلية بتعتيم تلقائي، الجير اوتوماتيك من 6 سرعات، وضعيات القيادة الإيكو والباور، دكاية وسطية، طبعا أكيد موجود ثلاجة، هذه الثلاجة، جميع مواصفات السيارة في الكتيب مع دفتر الضمان. شفتوا المواصفات يا أغلى أفضل متابعين؟ نروح الآن إلى السعر. السعر يا الغاليين 53,000 دولار. أتمنى المقطع أن ينال على إعجابكم، ولا تنسوا لايك الفيديو واشتركوا في القناة وافعلوا جرس التنبيهات، وفي أمان الله أخوتي الغاليين.